اللي في الصورة دي فاطمة 35 سنة، بعد 18 سنة جواز عشقت واحد قد عيالها، ولما جوزها شك في علاقتهم قررت تخطب عشقها لبنتها في سنة 2025 بإحدى قرى مركز الستاموني محافظة الدقهلية. فاطمة متجوزة من 18 سنة من سيد، وعندهم أولاد أكبرهم أسماء 17 سنة، عايشين في بيت مكون من دورين، الأول في حوش للبهايم، والدور التاني فاطمة وسيد وأولادهم عايشين فيه. الحياة بينهم كانت هادية ومستقرة، ويوم ما بيحصل خلافات كل فترة زي اللي كانت بتحصل في كل بيت. سيد بيشتغل فلاح في الأرض بتاعته، وفاطمة ست بيت، لحد من سنة تقريبا لما فاطمة بدأ يلفت انتباهها شاب طويل اسمه محمد وعنده 19 سنة، ورغم انه قد عمر بنتها تقريبا لكنها قررت تقرب منه، خصوصا انها عارفة ان محمد سمعته ما كانتش كويسة، يعني بتاع بنات وستات وطايش، وسهل انها توقعه رغم فرق السن الكبير اللي بينهم. وبالفعل بدأت تقرب منه، ومحمد ما كانش عنده مانع يقرب منها. علشان كده فاطمة ومحمد بياخدوا أرقام تليفونات بعض ويتكلموا. فاطمة عارفة هي عايزة إيه منه بالظبط، وهي نفس الحاجة اللي محمد بيكلمها علشانها. علشان كده من أول مكالمة بيدخلوا مع بعض في علاقة غير شرعية في التليفون، وتاني مكالمة محمد بيطلب من فاطمة إنهم لازم يتقابلوا علشان الكلام اللي بينهم يتحول لفعل. في الأول فاطمة خافت، لكن مع إلحاح محمد عليها فاطمة بتوافق، وبيتفقوا سوا إن المقابلة هتكون في حوش البهايم اللي عندها في البيت في الدور الأرضي، وده له باب خاص بيه من ناحية البيت من الخلف. وأول مقابلة بتتم في حوش البهايم بالليل، لما جوز فاطمة وأولادها بيكونوا نايمين فوق، وهي بتمارس العلاقة مع عشيقها تحت وسط البهايم، وده علشان الجيران في الوقت ده بيكونوا نايمين في بيوتهم ومحدش يشوف محمد وهو داخل عندها. وبتستمر العلاقة دي لفترة لحد لما محمد قال لها إنه مش واخد راحته في حوش البهايم، وهي كمان بتقوله نفس الكلام. علشان كده بيتفقوا إن محمد يجي لها قبل الفجر ويستناها في الحوش لحد لما جوزها ينزل شغله على الأرض وأولادها على المدارس، وهو يطلع لها فوق. وبالفعل ده اللي حصل، وبقت مقابلاتهم في شقة الزوج وفي حوش البهايم، واستمرت العلاقة دي لمدة سنة كاملة. ووقتها فاطمة كانت بدأت تبعد عن جوزها في علاقتهم الزوجية، ولما الزوج بيسألها ليه ما بتدلوش حقوقه الشرعية، فاطمة بتقوله إنها ما بتحبش العلاقة معاه. ومن هنا بدأ يحصل بينهم خلافات بسبب الموضوع ده، لحد لما الزوج شك فيها وبدأ يراقبها، وده خلى فاطمة ما بقتش عارفة تقابل عاشقها. علشان كده اتفقت معاه إن مقابلاتهم لازم تكون شرعي، علشان عاشقها يدخل البيت عندها من غير ما حد يشك فيهم. وبتعرض على العشيق إنه يخطب بنتها، والعشيق بيوافق، وبتبدأ فاطمة في تنفيذ خطتها، وبتقول لجوزها إن في واحدة جارتهم جايبة عريس لبنتهم الكبيرة أسماء، وهو محمد اللي من نفس القرية. بس الزوج أول لما بيعرف إن العريس هو محمد بيرفض، ويقول لها إن محمد سمعته مش كويسة، وإنه شاب طايش ولعبي وبتاع بنات، ده غير إن بنتهم لسه صغيرة على الجواز. بس فاطمة حاولت تقنعه بكل الطرق علشان يوافق على محمد، بس الزوج رفض، فبيحصل خلافات بينهم، وفاطمة بتغضب في بيت أهلها، والزوج بدأ يربط بين بعدها عنه في العلاقة الزوجية وإصرارها على إن بنتهم تتخطب لمحمد بالذات، وحس إن في حاجة مش طبيعية، وبيفكر إنه يطلق فاطمة طالما مش حابة العيشة معاه. ولما الأهل بيتدخلوا علشان يصالح مراته بيرفض، والكلام ده بيوصل لفاطمة اللي حست إنها هتخسر كتير لو اتطلقت، أولادها والبيت الدورين وأرض الزوج وكمان فلوسه اللي في البنك. وبعد فترة بسيطة الزوج بيعمل حادثة، وكان لازم يقعد كام يوم في السرير. ولما فاطمة بتعرف إن جوزها تعبان بتقرر إنها تروح البيت وتظهر جدعنة الستات وبنات الأصول، والكلام ده قبل الواقعة ب7 أيام، وتروح لجوزها على البيت وتقوله إنها جت علشان تراعيه وتراعي أولادها لأنها ست أصيلة وجدعة. بس الكلام ده مخلش على جوزها اللي كان مصمم إنها ما ترجعش البيت تاني، بس أولاده كلهم بيفضلوا يتحايلوا على أبوهم علشان يسيب أمهم معاهم، وكمان بنته الكبيرة بتتحايل على أبوها إنه ينسى موضوع الطلاق لأنها كبرت على وش جواز، وكلام الناس كتير، وده ممكن يأثر عليها هي وإخواتها. والأب قصاد إصرار أولاده وبنته بيوافق يخلي مراته ترجع وتعيش معاهم، لكن كل واحد فيهم في غرفة لوحده، وكمان بياخد منها الموبايل بتاعها، وده بسبب شكه فيها، وكمان شرط عليها إنه لا ياكل ولا يشرب من إيدها لأنه ما كانش بيثق فيها، هو رجعها بس علشان خاطر أولاده وقال لها الكلام ده. فاطمة ما بتلاقيش أحسن من كده
فرصة، علشان كده بتوافق لأن مجرد قعدتها في البيت تنفذ عليها خطتها، وهي إنها تتخلص من جوزها. وفي نفس اليوم بتنزل وتقابل عشيقها وتقول له على كل اللي حصل، وتطلب منه يجيب لها موبايل علشان يتكلموا سوا. والعشيق بيجيب لها الموبايل بالخط، وبيتفقوا على الخطة اللي هتم في حوش البهايم، لأنها صعب تسم أو تخدر جوزها لأنه ما بياكلش من إيدها. وبعد يومين لما الزوج بيسترد صحته وينزل الأرض، فاطمة بتطلب منه آلة حادة كبيرة علشان اللي عندها ضاعت، والزوج بينزل السوق ويجيب لها الآلة الحادة الكبيرة ويديها لها، وهي بتاخدها منه لكنها بتخبيها في حوش البهايم. لحد يوم الواقعة الساعة 6 الصبح فاطمة بتسيب باب الحوش مفتوح من جوه، والعشيق بيدخل ويستخبى. في الوقت ده فاطمة بتتصل على عشيقها وتقول له يجهز علشان هتخلي جوزها ينزل دلوقتي، ويخبط في البهايم علشان يعملوا صوت، وبتقفل معاه المكالمة. بعدها على طول بتدخل تصحي جوزها من اوضته وتقول له يصحى علشان في حرامية في حوش البهايم تحت بيسرقوهم. ولأن الزوج ما كانش بيثق أصلا في فاطمة، علشان كده ما اتحركش من مكانه إلا لما سمع صوت البهايم بنفسه، فبيبص من الشباك علشان يتأكد. وقتها لقى راس الجاموسة طالعة من باب الحوش، ويظهر فعلا إن في حرامية بيخرجوهم من الحوش علشان يسرقوهم. في الوقت ده الزوج بياخد الموبايل ويفتح الكشاف بتاعه وينزل لتحت، لأن حوش البهايم كان ضلمة. وأول ما بينزل ويفتح الباب اللي بين البيت والحوش بيتفاجئ بخبطة من قالب طوب بينكسر على دماغه. سيد كانت صحته حلوة فما وقعش، ده بيلف لورا بيلاقي محمد قدامه بيمسكه ويضرب فيه. في اللحظة دي فاطمة بتكون نزلت، فسيد جوزها بيقول لها تناوله حاجة يضرب محمد بيها. فاطمة بسرعة بتجيب قالب حجر وتخبط الزوج على راسه بيها. الزوج بيختل توازنه، فالعشيق بيوقعه على الأرض ويضرب فيه. بسرعة فاطمة بتجيب الآلة الحادة اللي كانت مخبياها وتطعن الزوج بيها في بطنه وهو واقع على الأرض، وبتقول لعشيقها اقلبه على ظهره علشان تكمل طعن فيه. وبالفعل العشيق بيقلبه على ظهره وهي بتطعنه في ظهره حوالي 4 طعنات، وكل ده والزوج ما كانش مات. فبيقول لفاطمة انجديني وبيستغيث بيها، لكن فاطمة بتقوله إنها عايزة تتخلص منه وبتكمل طعن فيه. فالعشيق بسرعة بيجيب الفاس اللي كان موجود في الحوش ويضربه بيه على راسه، وده كله والزوج برضه ما كانش لسه مات، كان بيخرج أنفاسه الأخيرة. فاطمة بتقول لعشيقها يمشي بسرعة قبل جيرانهم ما يخرجوا من بيوتهم ويروحوا على الأراضي وحد يشوفه، ومن لخمته بيمشي وياخد موبايل الزوج معاه. وفي نفس الوقت ده سيد كان بيزحف يطلع على باب المدخل وبيستغيث بصوت خافت، واللي كان ماشي قدام البوابة وقتها هي كانت أمه اللي كانت لسه خارجة من بيتها، لأن بيتها كان موجود جنب بيت ابنها، وكانت رايحة السوق. ولما بتسمع صوت ابنها بتخبط على البوابة. في اللحظة دي فاطمة بتطلع بسرعة لشقتها فوق وتغير هدومها اللي عليها آثار الدم. الأم لما بتخبط ومحدش بيرد بتروح على بيت أخو جوزها اللي جنب بيت سيد على طول وتنادي عليه، وهو وقتها كان نازل رايح أرضه، وتقوله إنها سمع صوت ابنها بيستغيث، وبتخبط على بيته ومحدش بيرد. فالعم بيجي ويخبط جامد على البوابة، وبعد شوية فاطمة بتنزل هي وأولادها وتفتح البوابة من جوه وتسألهم بيخبطوا ليه كده، لأنها كانت لسه صاحية من النوم. لما العم والأم بيدخلوا بيلاقوا باب حوش البهايم مفتوح وسيد واقع على الأرض قدامه وسط بركة من الدم. الأم بتصرخ والعم بينادي على الجيران وبينقلوا سيد للمستشفى، لكن بالكشف عليه كان مات. إدارة المستشفى بتبلغ رجال الأمن بوجود شبهة جنائية، وبوصول رجال الأمن بيتم تحويل الجثة للطب الشرعي. وبالتحقيق مع الأهل والزوجة اللي كانت متوترة رجال الأمن بيشكوا فيه، وبتفتيش البيت بيلاقوا الجلابية بتاعتها في الشقة وعليها آثار الدم. وبمواجهتها بالأدلة فاطمة بتعترف على الواقع بالكامل وبتعترف على عشيقها. ويوم 18 فبراير عام 2025 بيتم الحكم على الزوجة والعشيق بالإعدام. وحقيقي مفيش أقذر من الغدر بعد 18 سنة جواز وعشرة تغدر بجوزها علشان واحد اتعرفت عليه من سنة، وكمان كانت عايزة تغدر ببنتها وتحطم قلبها وتخطب عشيقها لبنتها.